الإسلامي في واشنطن؟ أولا المسؤولية مسؤولية المرجعية بالدرجة الأولى حقيقة، ومسؤولية الدولة بها قوميات وبها أديان. يقول لك ربما أنا ليش دا أساعد فئة على حساب فئة أخرى. نعم. لكنه المشكلة أنه هذه العاصمة واشنطن تفتقر إلى مكان أو مقر لعراقيين، وتفتقر إلى ممثل المرجعية. ما عندنا ممثل مرجعية بالواشنطن، ما عندنا مدرسة عراقية. بالوقت اللي الدكتور رضا لما تطرق وقال أحدى الصحف الأمريكية تقول أنه 80% من جوامع الإسلامية في أمريكا بها ناس متشددين، أنا أقول لك صحيح، لأنه أتباع غير أتباع مدرسة أهل البيت قليلين في أمريكا. نعم. وأتباع المدارس الأخرى الذين قاموا بأعمال في أمريكا يندى لها الجبين، شوهوا الإسلام بطريقة مو طبيعية. نعم. بينما أتباع المذهب المحمدي الصحيح تشوفيهم أولا إمكانيات ما عندهم، ثانيا يعني أحكيها بكل صراحة هناك عدم دعم من قبل المرجعيات الدينية، لا مرجعية ولا دولة. أنا خلي يسمعون صوتي من كل المراجع، خلي يقولون شنو الأشياء اللي قدموها للجالية العراقية في واشنطن، بالوقت اللي الوهابية المجرمين القتلة يمتلكون الإعلام ويمتلكون المال ويمتلكون كل شيء. الآن أكبر مدرسة في واشنطن هي للوهابية، أكبر الإعلام كله بيدهم. يكذب من يقول إن هناك لوبي إسرائيلي في أمريكا، كذب. لوبي وهابي والله، وأقولها وخسمعني العالم، لوبي وهابي سعودي. نعم. ضد العراق وضد الحكومة العراقية الجديدة وضد العراق الجديد وضد الحسين وضد ثورة الحسين موجودين في أمريكا. لذلك الإسلام عندما ينتقل عن طريق ذولا مش راح يفكر فينا الغربي. إذا هو ما يعرف مدرسة أهل البيت، ما يعرف مدرسة أهل البيت غير التطبير والزنجيل. وعدنا في واشنطن ويجيبون الإعلام الأمريكي المصيبة، يجيبوا يصور العراقيين شلون يضربون زنجيل وقامات. أنا في سنة من السنين وزعت 10,000 منشور بالإنجليزي في يوم الأربعين على الشعب الأمريكي. زين أنت لما جاي في وسط أمريكا تطبر يوزع منشورات، من هو الحسين؟ ما يسووها. يعني هناك دكتور، خلينا ننتقل إلى الدكتور رضا، هناك دكتور مثل ما تكلم الأستاذ جابر شلال، هناك عدم إيصال فكرة الحسين بشكل تتناسب مع هذه الثورة العظيمة، وهناك أيضا عدم استجابة الغرب لهذه الثورة بسبب بعض من أساءوا إلى الإسلام داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الموضوع ذو شجون ويحتاج إلى بحث منظم. العملية مو سهلة، عملية اختراق المجتمع الأمريكي خصوصا بعد حوادث أيلول سبتمبر 11. مو من السهل تجي لأي شخص أنه تقنع أن تحكي له بالإسلام. يعني أنا جيراني هنا، أنا عايش بهالمنطقة صار أكثر من 10 سنين، أطفالهم يلعبون مع أطفالي ويدخلون علينا بأي وقت، بحكم مهنتي كطبيب يطرقون الباب علي، يستفسرون أو يطببون بعض الأوقات حتى في أوقات متأخرة من الليل. بعد أخذت وقت طويل، يعني عشرات من السنين حتى بدأ هذا الثقة بحيث أنه يسمعون. فمثلا أحدهم سألني على حقوق الإنسان بالإسلام، قلت له احنا مو بس عندنا حقوق الإنسان، عندنا أصلا كتب عن حقوق الحيوان. وفعلا هذا الشيء موجود، أنه الإمام علي بن الحسين ألف كتاب عن حقوق الحيوان. بس مرة ثانية يراد له تنظيم، يراد له طريقة أنه تخترق الجامعات، تخترق المدارس، يتقبلون بس لازم توصلهم بالطريقة الصحيحة، بمشروع، بدراسة. التلاميذ مالتنا لما يدخلون للجامعات ممكن يكون البحث مالته عن حقوق الإنسان بالإسلام، أو حقوق الإنسان بالمذهب الشيعي، أو حقوق الإنسان بمبادئ الحسين. يراد لها وقت حتى تمشي. يعني أي جالية ثانية، مثلا الإيطاليين من دخلوا لأمريكا أخذوا لهم أكثر من 20 سنة يلا قدروا يطلعون روسي ويقول أنا إيطالي. وكذلك الأيرلنديين، وكذلك اليهود في فترة من فترات كانوا يكتبون تواليت اليهود وهي تواليت البيض. يعني كانوا عنصريين بدرجة بحيث أنه أزيد من السود.
بس دخلوا مثلا الجالية اليهودية بالعلم، دخلوا بالجامعات، دخلوا بالبحوث، وأثبتوا أنه هم أهل الحق. وهذا المجتمع الأمريكي مجتمع منفتح، لما تقدم له دراسة علمية وتثبت له الحقيقة ويجدها على أرض الواقع أنه فعلا هذا الشيء موجود، يأخذ به، ما يمانع. بس يراد لها عملية تنظيم. مرة ثانية يعني على تعليقا على كلام الأستاذ جابر الشلال على المرجعية. نعم. أنا عندي يعني علاقة مع ناس يشتغلون بالمرجعية، محاولات موجودة لفتح مركز هنا بأسماء مختلفة، مراكز بحثية، بس العملية مو سهلة. أولا عملية الاستحصال الإجازة معقدة جدا، خصوصا بعد الأحداث الكبيرة. عملية إيجاد الركائز بحيث أنه هذا المركز يستمر. يراد لك علماء مو يومية يعيدوها نفس هالشغلة، أنه الحسين انقتل وقطعوا بالسيوف، افتهمنا، بس شنو الهدف من عندها؟ يعني المفروض المجتمع الإسلامي يطلع من هاي الدائرة والدوامة، دوامة الحزن، اللي يجعلها عملية انطلاق، يعني عملية مولد طاقة حتى يوصل هذا الفكر. الحزن هو غريزة إنسانية لا بأس بها، بس وراها لازم إنتاج. نعم. من يقول غاندي تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فانتصر، يعني الظلم اللي هو حزن وألم وإحباط، ومن ينطي القوة للانتصار، انطلق من عنده وصل إلى الانتصار فانتصر. عملية النصر عملية يعني عملية زهو وحرر بلده. فيا ريت احنا نتعلم منها المقالة. هاي نفس المقالة يراد لها كتب تؤلف، يعني كيف هذا الرجل تعلم من الحسين ومظلومية الحسين، وهو رجل لا يمد للإسلام بس يمد للحسين بالإنسانية، إنه تعلم من عنده أهداف، إنه انتصر. ما قال إنه مجرد أني انتصرت على نفسي، أو انتصر بكل شيء. الانتصار اللي قدمه للبلد، لقارة، لشعب. خلينا ننتقل دكتور إلى سماحة الشيخ. سماحة الشيخ، من الثابت عن رسول الله قوله: أحب الله من أحب حسينا. ما هو صورة محبة الحسين عليه السلام على الصعيد الاجتماعي والإنساني، وكيف يسهم حب الحسين عليه السلام في بناء مجتمع فاضل ومتآخي؟ حسب نظرتي القاصرة لهذا المفهوم ولما قام به الإمام الحسين، ولكن الشيء أفضل من لا شيء كما يقال. الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى الإمام: أحب الله من أحب حسينا. هذا الحب ليس الحب العاطفي فقط، فرسول الله والحسين لا يريد من الإنسان أن يستغرق فقط في العاطفة، وأن تختلف عنده النظرية عن التطبيق. الذي يريد أن يحب الإمام الحسين صلوات ربي وسلامه عليه يجب أن يقتدي بالإمام الحسين. لماذا؟ عودة على بدء. الحسين كان شخصا إماما وأصبح نهجا. أطروحات الإمام الحسين تتسلسل عبر العصور والأجيال مع صرخاته سلام الله عليه. حيث نرى في بيانه مثلا يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا، يعني خصوصا الذين هم في العراق ويتكالبون على الكراسي ويعتقدون، بل استخدموا الشعب العراقي كبقرة حلو. يقول: من رأى منكم سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله ناكثا عهده، العهد والقرآن، ناكثا عهده مغير سنته فلم يغير عليه لا بقول ولا بفعل، كان حقيقا على الله أن يدخله مدخله. يعني الهاء عائدة على متأخر لفظ ورتبة في اللغة. مدخله يعني مدخل هذا الظالم. فرسالة الحسين صلوات ربي وسلامه خرج ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ما أريد أن أقوله، أولا أوجه الكلام لنفسي ولإخوتي الذين يسمعون كلامي، أن الحسين هو كان شخصا وأصبح نهجا، وكربلاء كانت معركة وأصبحت نهضة. هذا الطرح الحضاري يجب أن يصل إلى جميع بقاع العالم. كونوا لنا زينا ولا تكونوا شينا، حببونا إلى الإسلام. إذن الحسين صلوات ربي وسلامه عليه محبته تستدعي وتتطلب من الأتباع هو الاقتداء بالحسين. كما أكيد سماحة الشيخ، وإذا أيضا كنا نعتبر أنفسنا من أتباع الحسين وأنصاره، كيف نعبر عن ذلك من مواقفنا ضد الإرهاب وأيضا القوى الظلامية التي تريد أن تهدم العراق الجديد؟ نعم، في هذا السؤال طبعا
يخص